يسعد اوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم رح ساوي معاكم فطاير السبانغ واللحمة بعجينة جدا جدا رائعة. هلا هون بلشت بالسبانغ، انا كنت مساويته قبل بوقت بس ما صورته. طريقته كتير جدا سهلة، بس انغسل السبانغ وحطيت كمان شوية سلق مشان السبانغ بتحسيك بيعطوا لدعة. وفركتهم بالملح وبالبصل، بس صفوا من المي، حطيت لهم دبس الرمان والسماق والزيت الزيتون وملح، يعني رش صغيرة لأنه أنا من الأساس فركتهم بالملح. ومع البصلة كمان بتتبل بالفرك وبتبلهم منيح بالإضافة للسمسم كمان، وبصيروا عندي جاهزين. بتركن على جنب. لو ساويتهم من قبل بيوم تتشرب، يعني السلق والهي بتشرب طعمة الحمض وبيعطي طعمة هسه أطيب. وشلتهم على جنب. هلا بقى بدي بلش بالعجينة. أول ما حطيت كاسة حليب بالإضافة لمعلقة سكر ومعلقتين خميرة. هلا بدي حركهم منيح. هي عجينة 10 دقايق. هلا هون كان مفضل عندي اسا شوي من الحليب، يعني انا حطيت كاسة وربع يعتبر، زدتها مي وهيك لانه انا بدي كاستين، يعني كاسة حليب، كاسة وربع حليب وكاسة مي يعني. فيعني عدلتهم مع بعضهم وحركتهم منيح مثل ما انكم شايفين. هلا بغطيهم بتركهم على جنب، خليها تتفاعل الخميرة مع الطحين. وبعد منا ان شاء الله بعد ال5 دقايق رح ارجع احط المكونات الباقية. هلا هي كلها على بعضها تقريبا يعني تتركوها ساعة بتكون صارت عندكم جاهزة، وبدكم تشتغلوا فيها اوام كمان ما بيأثر. اسمها عجينة 10 دقايق. هلا هون حطيت 3/4 الكاسة زيت، الكاسة نفسها اللي استخدمتها بالاول عم بستخدمها. عن جد يعني كتير كتير العجينة ممتازة وطرية وسهلة وسلسة بالعمل كتير. هيدي طبعا بدون لبن، بدون اللي عملتها قبل هالمرة باللبن، أما هي ما في داعي للبن، هيدي بس حليب. وإذا ما عندكن حليب مثلا سائل، عندكن حليب بودرة كمان بصير، بس بتحطوا حليب البودرة وبتزيدوا كمية المي بدل الحليب اللي حطيته أنا. رجعت هلأ ضفت أنا كمان كاستين عفوا طحين. بلشت عم بحركه لحتى أشوف قديش بده ياخد معي طحين. يعني هي بقت كل يعني طحين بيفرق عن طحين، أحيانا بياكل مي كتير أحيانا قليل. هلأ مثل هاي أنا بدي كمان كاسة طحين، رح ضف لياها. يعني أول شي حطيت كاسة وربع، بعدين كاستين، بعدين هلأ كاسة، بدك تقولي تقريبا شي 4 5 كاسات. أو 4 كاسات ونص. ومضل منعجنة حتى لو معجنتيها بس قلبتيها تقليب هي طرية وكتير كتير يعني. حتى الشي اللي بخليها تكون طرية بهذه المرحلة، يعني هو المفروض يكون المي والحليب يكونوا دافيات مشان تعطيني هيدي السهولة بالعجن. هلا آخر شي بس عجنتها ولملمتها مع بعض، هيك رشة زيت خفيفة على ايدي وبلملمها مع بعض، وبتركها كمان ترتاح لها شي ساعة بتصير عندي جاهزة. هلا أنا الكمية اللي عملتها الطحين هادي، يعني إنه هاي فينكن تكتروا، كل ما كترتوا طحين كل ما زدتوا سوائل، كل ما زدتوا شوية زيت، كل ما زدتوا كمان السكر. ايه هيك. حتى ملح ما حطيت لها، تركتها مثل ما هي يعني. يعني طعمة الحلاوة فيها ما أنا قايلة شي نهائيا، لأنه هون بيكون بقى السلق واللحمة فيهم ملح وفيهم حمض، فما في داعي يعني هلأ للعجينة. هلا هون بقى بدي بلش شكل عندي معاكم بهذه الطريقة.
هلا الحجم بيرجع لإلكم، بس أنا برأيي هذا الحجم اللي عم قطعه أنا بكفي وزيادة. هي حالاتها يعني تشكيلها يكون بحجم واحد، لا تكون كبيرة ولا تكون أصغر من هيك، فهذا الشي بيرجع لكم. وهي لأنه العجينة كمان شوي رح تمد معانا، هلا بدي اتركها شوي كمان ترتاح وبعدين بلش اشتغل فيها. ما شاء الله يعني عن جد يعني متعة متعة العجينة إذا كانت نجحانة وظابطة متعة. ودائما الخميرة إذا ما تفاعلت بالجاط بعد ما هيك حطيتوا لها السوائل وهي ما عطتكن هدول الفقاعات، معناتها العجينة ما رح تنجح، لا تعذبوا حالكم. المفروض دائما تكون العجينة يعني نعمل لها هذا الاختبار وتكون إنه شغالة وماشي حالها. هلأ رح ساوي معاكم كام وحدة. هلا والله أنا الصراحة أول إشي بقى بلشت بدي أشتغل بالشوبك، بس سبحان الله خلص المتعود على شي يعني بشوف الطرق اللي بشتغل فيها أنا أسهل حتى وأسرع، حتى وبتنجح 100% يعني. هلا وقت اللي عملتها بالشوبك أنا كأني مديتها زيادة، عطيتها رقت بزيادة، فما خرج يعني إنه تكون رقيقة، بدي إياها يعني لا رقيقة ولا سميكة، حد وسط يعني. كمان جيت بدي أقطع بهذه القطاعة كمان ما حبيت. أول شي جربت بهذه طلعت صغيرة، جبت الأكبر منها. آخر شي طلعوا معي يعني إنه ساويتهم على إيدي وطلعوا ما شاء الله غير شكل. شايفين شكلها ظريف وإنه بحجم بعض، بس بقت صغيرة. وحتى وقت اللي بدي إجي لملمها على بعض وحط لها الحشوة بدها تضايقني يعني بتصير رخوة ما بقدر سكرها. احكي لكم كمان على الفطاير يعني السلق، وقت اللي بس اغسله وينشف تماما وقت بحط له الملح وبعصره، وهي بحاول اني بس حطيت له التبلة وخلصت بحطه بمصفاية وقت اللي بدي اشتغل فيه، لانه الا ما ينزل مي، ونزل مي زيادة فهون بتخرب عندي العجينة وبصير بتشقق وبصير شكلها ما حلو. فلهيك يعني مثل ما انكم شايفين هلا انا هيك حاططها بالمصفاية وعم اشتغل فيها عم شكلها. هلا بدي شايفين هلا هون كيف عندي رخوة ما عم اقدر اتحكم فيها، فحبيت انه تكون اسمك شوي مشان اقدر يعني اخذ راحتي. بس بالنهاية النتيجة طلعت كلياتها وحدة ما شاء الله. عن جد اذا بتحبوا هالاكلة يعني جربوها، ما بتنسوا طعمتها. والسماق والدبس رمان بقلبها عطى طعمة جدا شهية. ايوه بهذا الشكل، هذا الشكل المثلث انا بحبه كتير، بحس بمتعة فيه بس هيك يعني اشتغله ولا قدمته ولا اكلت منه، يعني بتحس انه عن جد تغيير شكل عن الفطاير اللي منساوية. هلا هون عم فرجيكم هلا بايدي، اعتمدت على ايدي بكل شي، ما كنت بقت اعمل لا بالشوبك ولا بالطبة تبعيت اللي هي اني اقطعها، برمن الحجم اللي بدي اياه واعطاني هذا الشكل. هو الكلام الواحد انه يكون ايده خفيفة وما يتلبك وكله بيصير. واهم شي تكون يعني وقت اللي بدي لزق الاطراف حاول اني ما يعني يجيب مي على الاطراف عشان تلزق معي العجينة، وما تغلبني وقت اللي بدي احطها بالفرن ما تفتح معي. بدي اضغط عليها مزبوط مثل ما نكون شايفين بهالشكل هذا. ما شاء الله. وكان عن جد بدي ارجع واقول وهي عن جد طلعوا فطاير هوا هوا يعني سبحان الله، ولا كأنكم عم تاكلوا عجين، عقد ما أنا خفيفة وظريفة. هلا هو مثل ما انكم شايفين زيت الزيتون اكيد لا بده لا غنى عنه للوجه، بيعطيني لون جدا شهي وحلو، وبيعطيها هيك طراوة تأميرة عفوا للعجينة من فوق، ولون ذهبي بجنن.
هلا هون بتحبوا ترشوا حبة صودا، بتحبوا ترشوا سمسم، هذا شي بيرجع لكم. انا هون محمية الفرن، لازم يكون الفرن محمى عندي. حميته على 180، تاركته من تحت. انا خلصت دخلت الفرن من تحت. هلا بتاكل عندي تقريبا شي ربع ساعة او اقل، يعني حسب كل واحد وفرنه، بس ما اكتر من هيك. هلا بقى بدي بلش. وهلا بدي احكي لكم عن اللحمة. انا يعني كلياتنا بنعرف الحشوة، يعني بقى هذا الشي بيرجع لإلكم اختياري. انا حمستها وبدون ما احط لها بصل، حطيت لها ملح وفلفل، واللهم صل على سيدنا محمد، والزيت تبعها او السمنة، يعني كمان مثل ما قلت لكم بيرجع لإلكم شو بتحبوا. وبس انحمست معي وصارت جاهزة خلص. بضيف لها هيك ضمت يعني بقدونس، الكمية اللي بدكم اياها، بقلبها مع بعض وبعدين بحشيها كمان بهذا الشكل. عن جد البقدونس بيعطي طعم كتير كتير طيبة للحمة. ونفس الطريقة كمان حبيت ساويها. صينيتين طلعوا عندي، وهلا هيك خلصت. باقي عندي اخر وحدة، وان شاء الله صحة وعافية على قلبكم، واللي بيجربها يحكي لي عن طعمتها وعن العجينة كيف طلعت معه. وهي اللحمة صارت عندي جاهزة، ولا بدي ادخلها الفرن. وهي صارت عندي جاهزة صينية السبانخ. شوفوا لي هاللون ما شاء الله، وكان عن جد كتير كتير ظريف اللون والملمس، يعني بتشيلوها ولا ناشفة ولا معضمة ولا شي، طرية طرية مثل الاسفنج. وهيدي كمان اللحمة صارت عندي جاهزة. وهذا كان فيديو لإلي لليوم، وهذه طبختي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. وإن عجبتكم لا تنسوني من اللايك فضلا وليس أمرا. يعطيكم ألف عافية، وشكرا على حسن المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي.